السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا ايه؟ أكلة كده في الشتاء بنحبها كلنا، وبنحب اللون بتاعها وطعمتها وجمالها. الأكلة دي كلنا بنحبها. يلا بينا على الفيديو نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى أنا هعمل ايه؟ كده جبنا كده بصلتين كده وهحمرهم اللي هو التحمير الغامق، وكده ايه كوبايتين رز هم زي ما احنا شايفين، وهنا بطاطستين يعني مش كتير والله زي ما احنا شايفين كده. وهقوم احمر بقى ايه البصله. هنعمل النهارده الرز والبطاطس اللي على بعض، بتبقى اكله جميله واكله شتويه بتدفي القلب. يعني اكله شتويه دي بتدفي القلب جدا وخفيفه كده. بس ندي البصله بنحمرها ايه يعني تحمير غامق شويه كده. ده دخلت التحميره اهي، فبحط لها ايه قطعه ثوم. دي بقى التكه بتاعتها بتبقى تخليها جميله جدا. طبعا مع كلنا مفرزين الثوم في الفريزر، فطلعت منها ايه اقل من معلقه كده، عملتها ربع معلقه بس بتدي الطعم بتخليه جميل جدا. وبنحمرها مع البصله، نقلبها كده. طبعا البصله داخله اهي في التحمير، بس انا مش عايزاها اللون ده، عايزاها غامقه شويه طبعا مع التومه. وما تحطوش التومه ايه والبصله نيه عشان التومه ما تتحرقش. لا احنا بنعملها اول ما بتحمر البصله بقوم حاطه ايه ربع معلقه التومه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وبقوم حاطه لها ايه كوبايه ميه. ليه حطيتها كوبايه الميه دي؟ البصله بتستوي فيها تبقى ناعمه، تديكي بقى اللون بتاع الرز. يعني بتقوم حاطه بقى البطاطس تطلع على طول، لا هنحط الاول الميه ربع كوبايه ميه كده فيها الاول، وبعد كده هنحط البطاطس بس تاخد ايه غلوه. لان عشان ايه تبقى البطاطسايه كده تبقى باينه كده في الرز، ما تبقاش معجنه. فهناخدها غلوه او غلوتين يعني 3 دقايق بس كده ايه على البوتاجاز. فنحط البطاطس معاهم تاخد الغلوه اهي. وهنزود بقى ايه الميه. طبعا حطينا كده الميه اهي. وما تنسيش ربع معلقه فلفل او نص معلقه فلفل وربع كمون. ده بتديها طبعا كلنا عارفين في الصياديه، البطاطس الصياديه او كان سمك صياديه لازم بنحط لها الفلفل والكمون، فبيدي لها طعم بسم الله ما شاء الله عليه. وما تنسيش الربع معلقه توم. دي النكهه ودي التكه، دي التكه بتاعت الطبخه بتبقى جميله جدا. وهنغطيها دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. وزي ما انا قلت لكم يا حبايب قلبي كده انا خلصت. بسم الله ما شاء الله. شايفين البطاطسايه يعني عشان تاخديها ايه يعني بتاع 3 دقايق بس على البوتاجاز في الصياديه. ما تخليهاش تستوي قوي. ليه بقى؟ لان لو استوت قوي هتطلع في الرز معجنه، انما كده بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل على النبي. وزي ما كده بألف هنا وشفا يا رب. الاكله دي احلى اكله في الشتاء، كلها مستحبه طبعا. رز وطماطم، رز وبطاطس صياديه. الشتاء بيحب الاكلات اللي زي دي اللي بتدفي المعده. وان شاء الله كده اشوفكم ان شاء الله كده في فيديو من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.